أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام إلى حلقة جديدة وإلى موضوع جديد، وهذه المرة موضوع كبير جدا. تقدم المغرب بمعية إسبانيا والبرتغال بملف ثلاثي لنيل شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030. بالطبع كما يعرف الجميع أن الملف البرتغالي الأسباني كانت معهم أوكرانيا، لكن ولمشاكل في جامعة القرى أو رئيس جامعة القرى في أوكرانيا متهم ببعض يعني الجناح وببعض الجرائم المالية. قد تخلت إسبانيا والبرتغال عن أوكرانيا. زيد على ذلك الوضع يعني حاليا في أوكرانيا، فلم يكن يعني من خيار أمام إسبانيا والبرتغال من اختيار بلد بديل سوى المغرب. طبعا اختيار المغرب لم يأتي من فراغ. نحن نتحدث عن بلد قريب جغرافيا، قريب جدا للدولتين للبلدين، وهنا يعني العامل المسافة يلعب دور كبير جدا. نتحدث مثلا عن قرب المسافة بين لشبونة والرباط حوالي 650 كيلومتر بالطائرة، أي حوالي ساعة تقريبا. والمسافة بين لشبونة ومدريد حوالي 625 كيلومتر، وبين مدريد والرباط حوالي 925 كيلومتر. وهنا نتحدث عن عامل مهم وهو وحاسم، ومن المتوقع أن يلعب دور كبير في حسم المعركة مستقبلا، يعني معركة الحصول على شرف التنظيم، وهو عامل القرب الجغرافي أو المسافة. فإذا قارنا يعني مقارنة بسيطة، المسافة بين لشبونة عاصمة البرتغال والعاصمة المغربية الرباط حوالي 650 كيلومتر، أي حوالي ساعة بالطائرة. وهذه مسافة يعني قليلة، يعني مسافة صغيرة بالمقارنة يعني مع في توفر مجال الطيران. والمسافة بين لشبونة ومدريد، يعني لشبونة عاصمة البرتغال والعاصمة الأسبانية مدريد حوالي 625 كيلومتر، يعني مسافة صغيرة. وحتى بين أطول تقريبا نقطة بين مدريد والرباط حوالي يعني 965 كيلومتر. يعني هنا نتحدث عن ساعة إلى ساعة ونصف إلى ساعتين في الأغلب بين العواصم الثلاث للدولتين. فهذا الملف يعني المكون من المغرب والبرتغال وأسبانيا هو أكيد سيكون ملف قوي. قد سبق للمغرب تقريبا أن ترشح 5 مرات، آخرها كانت ضد أو في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. بالطبع فازت المكسيك والولايات المتحدة وكندا. كما قلت هذا الملف هذه المرة سيكون يعني لديه حظوظ كبيرة جدا، لأن حتى الدول التي أعلنت أنها ستترشح، إذا ما قارنا الملفات، يعني هناك ملف للأرجنتين والأراغواي والباراغواي وتشيلي، 4 دول من أمريكا اللاتينية. تقريبا الوضع المغربي يعني الوضع الملف المغربي الأسباني البرتغالي وضع متقدم. هناك ملف آخر يعني كثر الحديث عنه، وهو ملف يتكون من 3 دول، في دولة في أفريقيا ودولة في آسيا ودولة في أوروبا الشرقية. يتعلق الأمر بمصر والسعودية واليونان، وهو يعني ملف ضعيف إلى حد ما بالمقارنة مع الملف المغربي. نمر يعني إلى البنى التحتية. فإذا قارنا يعني أو إذا قمنا بوضع تقييم للبنى التحتية للمغرب
والبرتغال وإسبانيا. نجد أن هناك تقارب كبير بين هذه الدول. المغرب يتمتع بموانئ ومطارات و يعني فنادق ومدن سياحية، ويعني يتمتع يعني بكل ما يؤهله لاستقبال مثل هكذا حدث. وكذلك الأمر بالبرتغال وإسبانيا. من حيث يعني الملاعب، المغرب يتوفر على العديد من الملاعب، وهذه الملاعب يعني سأذكر يعني البعض منها وليس جلها. سنتحدث مثلا عن ملعب طنجة الكبير بن بطوطة، واللي طاقته الاستيعابية تتجاوز حوالي يعني ما يزيد عن 65 ألف مقعد. زيد على ذلك مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والذي تفوق طاقته الاستيعابية حوالي يعني ما يزيد عن 52 ألف، و45,770 لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وملعب أدرار في أكادير بحوالي 45,480 مقعد. ملعب مراكش الكبير بحوالي 45,240 ألف مقعد. والمركز الرياضي في فاس ب45 ألف. والملعب الكبير في القنيطرة ب36 ألف. والملعب الشرفي في وجدة 30 ألف. ملعب العربي الزولي بالدار البيضاء أيضا ب30 ألف. ملعب الشيخ الغضف بمدينة العيون جنوب المغرب ب30 ألف مقعد. هنا نتحدث عن عامل مهم وهو وحاسم، ومن المتوقع أن يلعب دور كبير في حسم المعركة مستقبلا، يعني معركة الحصول على شرف التنظيم، وهو عامل القرب الجغرافي أو المسافة. فإذا قارنا يعني مقارنة بسيطة، المسافة بين لشبونة عاصمة البرتغال والعاصمة المغربية الرباط حوالي 650 كيلومتر، أي حوالي ساعة بالطائرة. وهذه مسافة يعني قليلة، يعني مسافة صغيرة بالمقارنة يعني مع في توفر مجال الطيران. والمسافة بين لشبونة ومدريد، يعني لشبونة عاصمة البرتغال والعاصمة الأسبانية مدريد حوالي 625 كيلومتر، يعني مسافة صغيرة. وحتى بين أطول تقريبا نقطة بين مدريد والرباط حوالي يعني 965 كيلومتر. يعني هنا نتحدث عن ساعة إلى ساعة ونصف إلى ساعتين في الأغلب بين العواصم الثلاث للدولتين. فهذا الملف يعني المكون من المغرب والبرتغال وأسبانيا هو أكيد سيكون ملف قوي. قد سبق للمغرب تقريبا أن ترشح 5 مرات، آخرها كانت ضد أو في مقابل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. بالطبع فازت المكسيك والولايات المتحدة وكندا. كما قلت هذا الملف هذه المرة سيكون يعني لديه حظوظ كبيرة جدا، لأن حتى الدول التي أعلنت أنها ستترشح، إذا ما قارنا الملفات يعني هناك ملف للأرجنتين والأراغواي والباراغواي وتشيلي، 4 دول من أمريكا اللاتينية. تقريبا الوضع المغربي وضع يعني الوضع الملف المغربي الأسباني البرتغالي وضع متقدم. نتمنى وأكيد سيكون يعني الرفع من هذه نحن نتحدث في أفق 2030 ونحن في سنة 2023، يعني حوالي فارق 7 سنوات. 7 سنوات قد تتغير فيها أمور كثيرة، وقد تنشأ فيها مدن يعني من جديد وليست فقط ملاعب. يعني نتحدث عن أنه أكيد سيكون إن
استطاع أو إن توفق المغرب وبمعية البرتغال وإسبانيا في الحصول على شرف التنظيم، فأكيد ستكون يعني تجربة رائعة لكأس العالم. وأكيد الملف المغربي والإسباني البرتغالي نتمنى له النجاح ونتمنى له أن يفوز، وخصوصا أنه الحسم في الملف سيكون في سنة 2024، يعني حوالي عام تقريبا اللي تبقى عن الحسم في الموضوع. حظ سعيد للمغرب ولمن معه من إسبانيا والبرتغال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة قادمة إن شاء الله.